هلو أنا بوسي طه. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة وصفة سهلة جدا ومختلفة. هنعمل وصفة النهاردة من الهند. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ التندوري بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتشرفك في العزومات ومش هتاخد في ايدك وقت خالص، فأقل من 5 دقايق هتكوني مجهزة التتبيلة بتاعتها، ومش هتاخد في ايدك وقت خالص، وهتطلع معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نبعد بقى شوية عن الوصفات التقليدية ونعمل وصفات جديدة كده نبهر بيها أهل البيت. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. ويلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا الفرخة بتاعتي وزن 2 كيلو، بكون غسلاها ومنضفاها كويس جدا وقطعوها من فوق كده بالطول زي ما انتوا شايفين. ممكن تقطعوها شوي 8 قطع زي ما انتوا حابين، او تقطعوها زي ما انا مقطعاها كده بالطول. الحتة دي ترجع ليكم انتم على حسب التقطيعة اللي انتوا عايزينها. هنا بقى انا عملت التتبيلة بتاعتي، كانت عبارة عن معلقتين كبار من الزبادي، معلقة كبيرة من عصير الطماطم، ومعلقة كبيرة من الليمون، معلقة كبيرة من الخل، وكمان معلقة كبيرة من المستردة. والمستردة هنا بديل لزيت الخردل، لو متوافر عندكم ممكن تضيفوه، لو مش متوافر ممكن تضيفوا مستردة زي ما انا ضفتها كده. وكمان نص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الكاري، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل الفريش، لو مش متوافر ممكن نستخدم الجنزبيل البودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من لون الطعام الأحمر. وما تخافوش، اللون الطعام الأحمر بتجيبوه من عند العطار وده بيكون صحي للأكل. ومعلقة كبيرة من الزيت الزيتون. بقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس، بدمج بقى كده المكونات دي مع الفراخ وبسيبهم في التلاجة لمدة ساعة عشان خاطر تتبل معايا كويس جدا. وخطوة مهمة كده ان انتوا تعملوا الفراخ زي مساج كده عشان اتأكد ان التتبيلة وصلت لكل الفراخ بتاعتي. يلا بينا بقى نعمل مع بعض الرز. ضفت معلقتين كبار من الزيت سخنوا معايا كويس جدا، بنزل ب2 ليمون مجفف، ومعاهم ورق لورا، ومعاهم نص معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الثوم البودر، ونص معلقة صغيرة من القرصم وده بيتجاب من عند العطار، وكمان نص معلقة صغيرة من الملح. وخلوا بالكم عشان القرصم ده بيكون مملح وبيديني تست حلوة قوي للرز. وكمان ضفت 1 فلفل حامي كده بيديني تست حلوة قوي للرز. وممكن تستغنوا عن الفلفل لو انتوا مش بتحبوه، بديهم تشويحة حلوة بقى كده مع بعض علشان خاطر اشم ريحة التوابل بتاعتي كده. وبضيف معاهم نص بصلاية كده صغيرة مقطعاها مكعبات صغيرة. وهنا انا ضفت اللون بتاع الرز البسمتي. اول ما يتشوحوا معايا بقى كده كويس جدا، بنزل بالرز البسمتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اشوح فيه كويس جدا. والخطوة دي مهمة علشان خاطر الرز يطلع مفلفل معايا ومستوي كويس. الخطوة دي مهمة علشان خاطر الرز بتاعنا ما يعجنش، لازم تشوحوه كده كويس جدا علشان خاطر يبقى مفلفل كده وخطير. شوحوه كده على النار لمدة 3 دقايق على نار متوسطة لحد ما يوصل معاكم للشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرز مفلفل وخطير ازاي؟ هو ده الشكل اللي احنا عايزينه. بعد كده بكون مسخنة بقى مية مغلية، وبضيف المية فوق الرز بعقلة صباع واحدة، لأن هو بيدخل الفرن فبيستوي على نار هادية، وبالتالي البخار بيسويه، فمش محتاجين ان احنا نحط كمية مية كبيرة علشان خاطر الرز ما يعجنش منكم. بعد كده بقفل بقى بورق فويل كويس جدا الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان خاطر اكتم الرز كده ويستوي معايا كويس جدا. وتأكدوا ان مفيش اي تسريب من الحلة علشان خاطر الرز يكون مكتوم كويس جدا ويستوي. بعد كده ببدأ ان انا اعمل فتحات كده في الورق الفويل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واي مصفى عندكم بقى بتكون بتركب على الحلة بتاعتكم بضيفها كده وبضغطها كده كويس جدا على الحلة علشان خاطر ما تسربش. وبضيف الفراخ بتاعتي بعد ما اتبلت كده في التتبيلة لمدة ساعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب لو انتوا هتعملوا الفراخ دي بقى مشوية ومش هتعملوا معاها رز، يبقى هترصوها على الشبكة كده بتاعة الفرن، وتضيفوا من تحت صينية فيها كوباية من المية، او تضيفوا تحتها ورقة فويل على الصاجة اللي بتبقى تحت الشبكة بالظبط. بضيف بقى كل التتبيلة اللي معايا كده على الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بجيب ورق فويل وببدأ برضو ان انا اقفل بقى على الفراخ بتاعتي كويس جدا، بحيث ان هي برضو ما يكونش فيها اي فتحات عشان اتأكد ان الفراخ بتاعتي تستوي كويس جدا. بقفل بقى كده زي ما انتوا شايفين، بكون مسخنة بقى الفرن على درجة حرارة 200. اول ربع ساعة بتكون النار عالية، بضيفها على الشبكة اللي في النص
وبعد كده بهدي النار تماما وبسيبها لمدة 2.5 ساعة تستوي براحتها تماما. وبعد كده أول ما أتأكد إن هي استوت معايا بطلعها بقى كده وبضيف فحماية وبضيف عليها معلقة صغيرة كده من الزيت، وبعد كده بقفل عليها واسيبها بقى تاخد ريحة الفحم. الخطوة دي اختيارية بس بتفرق معاكم جدا في الطعم. لو انتوا مش حابين المرحلة بتاعة الفحم قدموها زي ما احنا عملناها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، واستغنوا تماما عن مرحلة الفحم. وبكده تكون الوصفة الهندية جاهزة معانا. فراخ التندوري بقدمها بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده على صينية بقى كده. شايفين بقى الرز طالع مفلفل ازاي وخطير، ومفيش بجد ولا حباية لازقة. والسر هنا في التسوية ان النار كانت هادية معانا، ما كانتش عالية علشان خاطر الحاجة ما تتحرقش مننا وتستوي على نار هادية، وده سر من اسرار نجاح الوصفة بتاعتنا النهاردة. انا قدمتها بقى في الطبق ده زي ما انتوا شايفين، وبجد بالنسبة لي كانت مشرفة جدا في العزومة، وكل اللي كلها سألني على الطريقة بتاعتها. ضفت الفراخ بقى على الوش، وكمان شوحت بقى كده زبيب مع سوداني، وده اختياري بس اداني شكل حلو قوي للطبق بتاعي ونقله بجد في حتة تانية خالص. ودي كانت وصفتي النهاردة السهلة السريعة. هستناكم بقى تكتبولي رأيكم في الكومنتات، وكمان تجربوا الوصفة دي وتقولولي رأيكم. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان معبوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.